كعلم المرأة الجينيولوجية، تلك الحقيقة تعطي الشكل للرجل أيضا في الحياة الاجتماعية. كان هناك تقسم بالعمل بين المرأة والرجل على أساس الاستمرار في الحياة، ولكن عمل المرأة الأساسي هو تحديد القوانين والقواعد جميع النباتات، الطب الطبيعي والحكمة، تربية الأطفال وإدارة المجتمع التي هي أساس بناء الحياة. الحياة، النار، الماء، الخبز، البيت، القرية، الجبال والأخ. هناك كثير من الأشياء التي تم تعريفها بخصوصيات المرأة. من ناحية آخر، الثقافة المرأة قامت بتدريب الرجل أيضا وسحبها إلى الحياة. وجد مجتمع معنى الحياة عندما أعطى معنى للمرأة. المرأة كانت مصدر الحياة، ومع التقدم اكتسبت آلاف من الأسماء وتم تقديسها من لها الوضع الذي بدأ مع الإنتاج الطبيعي، مع مفاهيم الحماية، العدالة، السلام والستار أخذت مكانها بين المجتمع. تأتي بعدها القتل، النهب، السلطة العبودية، مشاكل الاقتصاد، التعليم، الصحة والأخ. القائد يقول حتى لا يحل التناقضات بين الرجل والمرأة لا يمكن حل أي مشكلة. حتى لا يتم نهب الطبيعة، لا يسمم الماء، لا يتلوث الهواء، لا تبقى الحياة، لا تبقى الصحة الإنسان بدون حماية، لا يبقى الفقر والجوع والمساواة، الحرية بين المرأة والرجل، يتم إنشاء هداء في المجتمع. يجب على العلوم الاجتماعية أن تلعب دورا ضمن العلوم الاجتماعية كأكثر مجال يتم عكس حقيقة المرأة فيها. الشعوب والطبقة المستبعدة لهداء الجينيولوجي يواجه علم التي تبني بعمل السلطة الذكورية، ويقول البحث عن جوهر المرأة عبر التاريخ ويظهرها مرة آخر على وجه الأرض كجزء من المجتمع الطبيعي. وجود المرأة، يقول القائد أبو تعريف وجود المرأة ضمن الحياة الاجتماعية لها دور أساسي لأجل الحياة. لا يمكن الإشارة إلى هذا الموضوع فقط من الناحية البيولوجية، الوضع الاجتماعية كوجود مصطلح للمرأة بألغ الأهمية بقدر تعريف المرأة يتم تعريف الرجل أيضا. إذا بدأنا بتحليل الرجل أولا، لا يمكننا تحليل المرأة. وجود الطبيعة المرأة أكثر مركزية من الناحية البيولوجية. في اللغة الكرمانجية المرأة تعني الحياة، المرأة والحياة تحمل نفس المعاني. نري هذا الحقيقة في أغلب اللغات. نستطيع أن نري حقيقة المرأة التي تبني الحياة بشكل واضح في اللغة الكرمانجية. في بداية ظهور الإنسانية كان تطور المجتمع بريادة المرأة. اللائم المجتمع والقوة الاجتماعية وجدت تعريفا في هوية المرأة. كانت المرأة مقدسة بسبب خصائصها التي تبني الحياة، ما بدل جمال الحقيقة وحرية المرأة. تركت بسمتها في الحياة الاجتماعية. قوة المرأة، اللائم هي التي تحدث قواعد وقوانين الحياة. إلها الجبال العالية وأملك كل شيء، وأنانا كانت إلها الجمال والعشق عشتارا. في شخص تلك اللائلهات تم تعريف المعنى، الثقافة وعدم المجتمع. المرأة اللائم مع تطور السلطة للرجل. الدولة تم سرقة جميع الإنتاجات الثقافة والعلوم من إيد المرأة. في شخص تلك اللائلهات تم تجزئة المرأة وحبسها داخل المنزل. قام إنكا بالسرقة 104 مائات من أنانا والتي هي إنتاج الإنسانية. وأيضا قام ماردوك اللائلها لائم تايمات وقطعها إلى 7 أجزاء. تم ألقى كل قطعة منها لجانة من العالم. قامت السلطة الذكورية بالتأليف والنشر الأساطير والقصص التي يتم تصغير واستبعاد المرأة من خلالها. ماذا حدث للائلها؟ كيفما أصبح الشرق الأوسط الحاضن الأول للثقافة، لائلها في نفس الوقت كانت المكان الأول لإنكار الإبادة المرأة. ندام للرجل. الدولة فرض وجود على هداء الجغرافية على حساب انهيار ثقافة المرأة المجتمع. يوسف القائد أبو مشاكل حرية المرأة كخنجر المغروس في الظهر. لا نستطيع السير في الدرب الصحيح ما لم يتم إزالة هداء الخنجر. لم يتحرر المجتمع ما لم يتم تحليل صحيح المشاكل الحرية للمرأة. عن طريق الميثولوجية تم إنشاء الهوية العبودية للمرأة لأول مرة. المرأة التي كانت في المجتمع الطبيعي إلها مقدسة مع تطور الرجل. دولة السلطة تم إنزالها من عرش اللائلها.
بناء الهوية العبودية للمرأة. مع تطور النظام السلطة الذكورية لم يبقى أي دور للمرأة في الميثولوجيا، الدين، الفلسفة، العلم، لقد أصبح دورها كام للأطفال، رب المنزل، أداء الجنس، وهذا لا يتجاوز سوى التصغير والتشويه، وخاصة في الفلسفة وعلوم فقط كان يعتبر جسد المرأة كمصدر للإبداع والحياة، وعقل المرأة الذي بني المجتمع، والروح المرأة التي ألهمتها، ثم تم النظر إليها كمصدر للشر. أحد أشهر الفلاسفة أرسطو قال أن المرأة كان أدنى، وبهداء الكلمات أراد أن يبين أن جسد المرأة وجودها ثانوي. قال داروين أبو العلوم التطويرية أن النساء لسن مفيدات في مجال العلوم لأن أدمغهن أخف من أدمغ الرجال، وبهداء أراد أن يبقى المرأة خارج مجلات العلوم والجامعات. وهناك العديد من الأمثلة حول استصغار المرأة، ولكن هذه التقاربات تركت أطباعا بأنها جعلت حتى النساء غير واثقان من أنفسهن في تلك المجلات ويبتعدون عنها. الأماكن العامة قد أصبحت مالكة للرجل، وتم ابتعاد المرأة عن عمومها ومعرفتها، تم النظر إليها من الناحية. المرأة استبعدت في البيت أولا، المرأة أصبحت أداة للغريزة الجنسية، أصبحت عاملة لا تملك أجرا، أصبحت ملكية الخاصة للرجل. هذا التعريف مستمر بشكل عميق إلى يومنا هذا في إنشاء هوية عبودية للمرأة، عن الطبيعة المفقودة للمرأة بنية على أساس الحرية. لا يتم بناء الهوية فقط على أساس الجيد والسيء أو الحرية العبودية. عبر التاريخ تم تعريف هوية وجود المرأة بشكل كبير بفكر الحرية. ظلت المرأة مستبعدة للآلاف السنين تحت السيطرة السلطة الذكورية، ولكن نظام المرأة لا إلها لم يكن من السهل إسكاتها، وكانت دائما تقاوم خط الحضارة التي تقودها الدولة. أن التقدم الذي نشهده اليوم بفضل النضال والثمن الباهظ الذي دفعتها تلك النساء، لكي تعود الهوية المبنية على عبودية إلى جذورها وتتحرك نحو الحرية. من الضروري أولا تغيير العقلية الجنسية، وأن تتحرك النساء نحو بناء هويتهن الخاصة على أساس إيديولوجية تعريض المرأة العاطفية، وكأنها العاطفي، ثم تعريضها على أن مصدر الضعف. أصبحت الدورة الشهرية عند المرأة نجسا قدرا وعيبا. تطور الرأسمالية جعل وجود المرأة أداة تجارية تحت مسمى الحرية، تنبيع فكر، روح، عقل، جسد المرأة. لقد تم استغلال المرأة أكثر من أي شيء آخر في التلفزيونات والإعلانات التجارية، وقد سعوا التدمير المجتمعات من خلال الاستبعاد المرأة. كانت العبودية السابقة جسدية، أما مع النظام الرأسمالي فكانت حرية وهمية، ولكن في جوهرها بدأت عبودية أسوأ من الماضي. التعريف وضع المرأة الحالي. ينوى القائد أبو الأربع تدخلت لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا من تعسف الجنسوي تحرير المجتمع. التعسف الجنسوي الذي يبني على الهوية الجنسوية للمرأة والرجل يكون سببا الكثير من المشاكل في المجتمع. يتم قطع الطريق أمام نظام المرأة الكثير من ساحات الحياة. الرجل والنساء والدين يتصرفون بعقلية محايدة جنسية، يرسخون السلطة في علاقات الصداقة، الحب، العمل المشترك. لذلك من الضروري مكافحة التعصب على أساس الجنسوي في جميع مجالات الحياة لبناء علاقات حرة. من أجل هذا الكفاح في بداية يجب معرفة المصادر التاريخية للتعصب الجنسوي، أن العديد من الأشياء التي نراها طبيعية سيتم تغلب على المهج الذي ينظر إلى المرأة على أنها دني وضعيفة للتغلب على التعصب الجنسوي وإيجاد الحلول الحرية على أرضها وثقافتها. رفض تلك الطريقة التي تري المرأة ملكة للرجل والكفاح في سبيل ذلك يجب تغيير تعريف الشرف. ينبغي النظر إليها على أنها حماية للقيم الاجتماعية
وليس فقط كجنس المرأة. التعسف الجنسوي يتم بناء منذ الطفولة، لكي يتم تجاوز هذه الذهنية يجب أن يكون التدريب يبدأ من الطفولة على أساس الحرية والمساواة. يجب توعية المجتمع حول هذا الموضوع عن طريق التدريب، الأفلام الوثائقية والكتب، تعزيز الوعي ضد التعسف الجنسوي في علوم الفلسفة، الدين والفن. يجب أن ننظر إلى وجود المرأة وهويتها باعتبارها الأساس للحياة الحرة. بيدولوجيات تحرير المرأة الكنونة كنداتك تحتوي النسوية على آثار المقاومة وآثار الإبادة للتعسف الجنسي، ولهذا السبب كان قوة هذا الثورة عالية جدا. في هذا العصر تعيش المرأة كأكبر أزمة وجودية، ولكن في نفس الوقت تعيش الحركة النسائية أيضا عظم نضال ومقاومة. يمكننا تعريف المرأة وجودها ضمن كفاح كبير، كما ترفض النساء الصور النمطية الجنسية، فإنهن بحاجة أيضا إلى تحديد معايير وقواعد الحرية والسعي إلى بناء هوية حرة. إذا عاد التحول الذي للامرأة على أساس مبادئ الحرية، فإنهن لا يمتلكن القدرة على تحويل الرجل والنساء في المجتمع. مبادئ إيديولوجيات تحرير المرأة التي عددها القائد آبو في عام 1989 اعتبارها أساس هوية المرأة الحرة، أصبحت أيضا مبادئ الوجودية عندما نتبني هذه المعايير في شخصيتنا، حياتنا وعلاقتنا. يمكننا الابتعاد عن كل التأثيرات التي تبعدنا عن الحرية وتجعلنا بلا شكل، تركتنا بلا هوية. مبدأ الوطنية هو معرفة جذور المرأة، هويتها وجودها والتنمية قيم. مبدأ الإرادة الحرة والفكر الحر في البداية تم إنهاء عبودية المرأة على أساس فكري، لا يمنح لها أي حق في اتخاذ القرارات بشأن حياتها. هذا المبدأ يرفض استبعاد الفكر ويمنح المرأة الحق في اتخاذ القرارات بشأن نفسها بحرية. مبدأ التنظيم لقد حصر النظام الأبوي للنساء في منازلهن وعزلهن عن بعضهن لبعض، لكن الحرية لا تتحقق بنضال الفرد الواحد، بل تحتاج النساء إلى العمل بشكل منظم في مجتمع المجلات التي تواجدها فيها. مبدأ النضال حيثما لا يتم نضال المرأة يصبح مبدأ يسيطر عليه الرجل، وهذا يستلزم أيضا نضالا متواصلا في كل الميدان التي تتواجد فيها المرأة. عليها أن تخوض النضال بقوة منظمة. مبدأ الجمال السلطة هو مصدر الشر والقبح في الحياة. يجب أن تكون المرأة مصدر الجمال والخير في الحياة. هناك صلة وثيقة بين الحرية والجمال، كما عبرت الشهيدة بيريتان عن ذلك في كلماتها: من يقاتل يصبح حرا، ومن يكون حرا يصبح جميلا، من يكون جميلا يحب.